كيفاش نقدر نحكي لكم ونوصف لكم شحال بنين هاد البيستاشيو كرامبل كيك. كونوا تجربوه ما يخطيكمش في قعدتكم مع كاس قهوه ولا قدام ضيافكم. وصفه سهله بصح كي العاده تبعوا المقادير والملاحظات اللي نمدهم بالضبط. الخليط حيكون نفسه تاع الكيك، فيه 3 حبات بيض لاني استعملت قالب قطره 19 سنتيم، نص كاس سكر مع لافاني وقرصه ملح وخلط غير بيدي، نص كاس حليب دافي ونص كاس زيت. كي ندمجوا مليح مع بعضهم نزيدوا عليهم نص كاس نشا مع كاس ونص فرينه وكيس خميره الحلويات وزن 10 غرام. يولي لنا قوام هكذا ماشي ثقيل بزاف. نفرغوا في هذا القالب اللي تعرفوه دهنتوه غير بالزبده، ولازم الدائره هذيك اللي في الوسط تتغطى بالخليط، ونطيبوه كيما كامل لي كيك نار قليله، ونطلعوه في الدرج الاعلى اللي بعيد على النار، نخليو فقط مكان قيس ما يضاعف في الحجم. كي طاب شوفوا ما حمرتوش بزاف، نقلبوا على الوجه الثاني فوق ورق الطهي، ونفرغ عليه في الوسط كريم باتيسير ذوق البيستاش. خدمتها بكاس حليب، 2 مغارف كبار سكر عادي، 3 ملاعق كبار غير مملوئين نشا. نخلط بارد في بارد ونحطهم على النار يتماسكوا. من بعد نضيف ملعقه زبده والفوغاج تاع البيستاش وعطر البيستاش اختياري. لازم الكريمه تجيكم حاكمه روحها. وما تنسوش الجوانب ديروا لهم طبقه رقيقه من الكريم باش نزينوها بالكرامبل اللي خدمته ب 60 غرام زبده بحراره الغرفه. حبوا تضاعفوا الكميه ديروا 125 غرام، 2 غرام سكر ابيض ولا بني، كميه الزبده هي نفسها السكر، مع 100 غرام فرينه. اذا درت 125 غرام زبده وسكر معناتها 200 غرام فرينه. لافاني وغير بالاصابع دمجوا المكونات حتى يوليو هكذا، ونحطوا الكيك يتحمر من الفوق. من بعد يبرد مليح مليح باش تروحوا تزينوه بالفوغاج وحبات البيستاش ورشه سكر ناعم. شوفوا كيفاش الكريمه حكمت الداخل بعد ما برد، وتاني ما عمرناش كميه كبيره منها.